سعود واخذ له وحده وش اسمها؟ خطب له وحده اسمها منيره ووافقت عليه. وافقت منيره على سعود. اي ممتاز. اي نعم. يلا ايوه صار. وبعد الزواج سبحان الله العظيم ما حبته. لا كيف هي؟ حبيت تطلقني. قال وش السبب اللي خلت تطلبين الطلاق؟ قالت والله ما حبيتك. بس يا حول. هي طلقها. تبي الطلاق؟ تبيه بشيء مو معروف. ولا لا تبغى تدخل اهلها ولا توصلها المحل. اي والله. بس عذرها اقبح من فعلها يعني. لا والله وش اسوي؟ عاد ما بغته. طيب. طبعا بعد ما عجزت ولا لقت لها طريقه كتبت لها بيتي. لانه هو شاعر والشاعر يقدر الشعر. وهي شاعره. طيب وش قالت؟ قالت يا سعود يا شيخ الكرم والمواجي. ايه تبي تجي بالطيب. اللي تفتخر به قبيل. من راس جاك العلم ما هو مكاتيب وغير الشعر ما عاد عندي وسيله. إيه تكفى طلبتك يا حصان الاطاليب. والله ما عندي على الصبر حيله. يا سلام. طيب اطلق حبالي يبيض الوجه بالطيب. ايه جمالة ما بي وراها جميله. لا اله الا الله. ما شاء الله عليه. طيب وش رد سعود؟ سعود طلع اطيب منها. اي والله هو بعد رد عليه. طيب وش رد سعود على منيره؟ قال يا مرحبا بقاف زين الرعبي. ترى بيطلقها الحين. يا مرحبا في قاف زين الرعبي. كحيلة يا زينها من كحيله. ايه ليته من اول مطلبك بالهناديب يا الغاليه. يا مرموش الظليله. ايه ولا طلبتيني بزين المطاليب. والله ما تبقين بالبيت. والله هو اللي يعلم السر والغيب. ايه وخلاص. خلاص ما انت يا منيره حليله. خلاص ما انت يا منيره حليله. طلقها. انتهت بالطيب. هذا هم بيتطلقون. لو انهم متصاحبين وش يسوون؟ ما شاء الله تبارك الطيبين ما هو بوحده.